السلام عليكم. سولوني بزاف اشنو واقع، شرح لينا. واخا ماشي وضع الشرح، كاين بزاف ديال المشاكل، كاين بزاف ديال الاحداث، وحنا مع بلادنا في السراء والضراء، وبغينا ولاد بلادنا كمؤثرين كفنانين كاللي كان. هذه فرصتكم، راه ماشي غير في الكره نعمروا الملاعب ونهزوا الرايه تتهز حتى في الفيضانات، حتى في الزلزال، حتى في الحرائق، في كل شيء. واللي في اوروبا ماشي غير في رمضان، كاين الله وكاين الدين كاين 365 يوم في العام. وهذا الشيء كامل غير يعني باش تعرفوا روسكم وتفيقوا من القلبه. حنا هاد الجيل راه حنا عارفين شكون اللي حقيقي وشكون اللي مزور وشكون اللي شاد الرايه يبيع ويشري بها. اليوم المغرب تيواجه بزاف ديال الصراعات، وفي ظل هاد الفيضانات خرجوا الكراغله اللي معروفين بنو عداس بالخيانه، وجاو لهنا باش زعما يستفزوا المغرب. راه ما دخلوش الحدود، راكو دخلوا يتمحاو، راه غير جاو لهاد النقاط هادو وحطوا فيهم خيشات بيضين ديال الجير، باقين في الفكر القديم. اشنو واقع؟ اشنو جاري؟ اشنا هي الصحراء الشرقيه؟ اشنا هو غرج بلاد؟ اشنا هي الاتفاقيه ديال ترسيم الحدود 1962؟ واش ترسيم حدود فعلي او شي اتفاقيه عندها شي لعيبه اخرى؟ هادشي كامل خصنا نفهموه. راه نهضروا بعدا على الاتفاقيه اشنو فيها، وعاد نمشيو نبعدوا بكم باش اللي زربان يمشي في حاله. انا ما شادوش. اتفاقيه غرج بلاد 1972 هي معاهده تاريخيه بين الجزائر والمغرب، وقعها الرئيس هواري بومدين والملك الحسن الثاني ووزراء خارجيتهم، من بينهم بوتفليقه اللي كان. والدليل ان ابو تفليقه عارف غرج بينات ما فيه خير ليهم، راه عمره ما ذكره. لترسيم الحدود ماشي الترسيم فعليا. نقول لكم علاش. الترسيم ينص على استغلال والاستمرار في هذه المناطق على معاهده 1902 1903 بين السلطان عبد العزيز وفرنسا، اللي هي هذه الحقيقيه اللي رسمنا معها الحدود من السعيديه لفيقيق. غنحاول نربط لكم الاحداث من السعيديه لفيقيق، وهي الحدود الوحيده المرسمه مع اي ارض شمال المغرب. بمعنى هذه حدود وهميه دارت سنه 1972 من اجل المعاهده اللي كانت ديال غرج بلاد واستغلال مناجم الصحراء الشرقيه المغربيه. ولو ما كناش حنا الصحراء ديالنا ما ناخذوش منها 50% بين الشركه الجزائريه المغربيه للبنود ديالها انهم يستغلوا وياخذوا 50%، بينما بناء البنيه التحتيه اللي دارت السكه حديديه في المجال المغربي الدار من الحديد ديال المنجم كسكك حديديه وكذلك كميناء ظرفايه. أبرز بنود اتفاقية استغلال مشترك إنشاء شركة جزائرية مغربية، وكذلك مدة الاتفاق يعني 60 سنة. أنا تنقص لكم بزاف. وكذلك يعني حصول الشراكة المشتركة على 700 مليون طن من الخام الحديد. وتنهضروا على الخام ثم يتصرف بالمياه اللي اصلا ما صابوهاش اليوم هنا، لان درنا لهم سدود وسدينا عليهم. وكذلك تم توقيع الحدود، ترسيم الحدود في 15 يونيو 1972، لا شيء ما يبقى منه والو، في الرباط، وصدق عليها مجلس النواب المغربي سنه 28 ماي 1992. بمعنى عندما لا تحترم هذه الاتفاقيه ما بقاش شي حاجه سميتها اتفاقيه 72 بين المغرب والجزائر، ولكن اتحمل مسؤوليه الجزائر، لان في البنود في مده 60 سنه اي واحد دار شي حرب ولا ما احترمش هاد البنود او ما كملش معاك الشراكه يخلص. بمعنى نهار هما داروا يعني معارك معنا كمعركه 1979 اللي هجمت الجزائر على المغرب بعد ما خدا الساقيه الحمراء في المرحله الثانيه من بعد المسيره الخضراء، هجموا علينا في بئر نزران وداروا معركه اللي كانوا بيديو زعما الصحراء بعد ما اطاحوا بالحكم في موريتانيا ديال المختار دادا. فاش اطاحوا بالحكم ديال المختار دادا اللي كان مع الحسن الثاني وكان شاد الساقيه الحمراء، جاو بيجيو ليها ديناها من بعد ما كنا الجزء الاول يعني رجعوا المغرب سنه 1975 بالمسيره الخضراء اللي داروا المسيره الخضراء خص كحلاء وطردوا المغاربه. ما عرفتش اش نزرب حقاش الناس ولات باغا السرعه في الموضوع، لا بتفهموه خاصو يكون ثقيل. اجي دابا نفهموا فاش المغرب رسم مع الجزائر هنا غير من اجل الاستغلال ويجي من بعد الترسيم الحقيقي. فهاد الصحراء بقات ارض مغربيه، وهذه موروثه عند الجزائر من الاستعمار اللي ما تيقبلهاش الجزائر يذكروها. اما هذه هي معترف بها المغرب، وهي حدود رسمها مع فرنسا سنه 1844. اشنو جرى والاسباب اللي خلاتنا اصلا نفقدوا الصحراء الشرقيه؟ واش الاسباب اللي خلات الجزائر دير لنا العصا في الرويضه في الصحراء الغربيه باش ما نجوش الشرقيه؟ سنه 1844
عبد الرحمن بن هشام باسم الدين، واش تيقولون الاخوانجيين دابا الاخوه والاسلام وانصر اخاك ولو كان غارقا ياك، فمشينا عند اخانا غارقه وعطاونا البيعه وهران وتلمسان، فجات البيعه وليت مضطر خاصك تدافع عليهم هما وعبيد القادر اللي هربوا جا هنا. فاش دخلنا نتحاربوا ما كانش عبد القادر تيتحارب ديك الساعه، كان مع السيادو الفرنسيين اللي عطاوه قصر دابا هنا وديري ليه التمثالات ديالهم ببلادهم، هذا حاربهم تمثالات وديري ليه بزاف ديال الاوسمه هنا، قتل لهم ولادهم مثلا وداروا ليه الاوسمه مزيان، هما التومه داو الجماجم دارهم بلادهم. فسنه 1844 المغرب يدير معركه إيسلي ويتغلب ويموت ويستشهدوا منه 5000 ويستشهدوا 160 في الصويره وعشرات في طنجه. اللي هجمت فينا فرنسا دارت فينا ما بغات. علاش حنا اللي بنطيروا؟ علاش؟ لان فرنسا بجوارنا سنوات وعمرها ما تجرأت. من بعد هذه المعركه كذلك ما تجرأتش حتى 1902 و3 بعد وفاه الحسن الاول سنه 1894 واستمرار الحكم الضعيف في فتره يعني سميتو الصدر الاعظم با حماد وعبد العزيز اللي كان يعني خلى ليه با حماد المغرب غارق حتى لهنا، ولكن ماشي حتى با حماد وماشي حتى الحسن الاول. انا نقول لكم علاش. سنه 1844 درنا اتفاقيات مع فرنسا ديال ترسيم الحدود من السعيديه لفيكيكس اللي هي مدتها 166 كيلومتر تقريبا. هما يجيو الجزائر دابا حداد فيكي واد العرجات ويبغيو ينقزوا هنا، ودابا يجيو يديروا الترسيم هنا ويديروا قومه هنا ويديروا قومه هنا، وما نساو ان الامم المتحده براسها تتعترف غير بهذه الحدود من هنا لهنا، وهذه الحدود هذه اصلا ما معترف بها حتى حد وما معروفش. هذا الترسيم هذا اللي دار غير في 72، ولكن البنود ديالو خسرات في 79 المعركه ديال بئر زران، وكذلك في عدم احترام اتفاقيه اللي باقى البنود ديالها مستمره ل 2032. الرجل تربط لكم الاحداث. سنه 1844 مشينا فيها. سنه 1859 مات عبد الرحمن بن هشام في الظروف اللي هذا الصراع هذا اللي جاو الاسبان اللي كانوا بحال خرجوا من الاستعمار ديال الامبراطوريه الفرنسيه، هجموا على المغرب وهجموا على سبتهم ليليا في واحد المشكل اللي جرى بلا ما ندخلوا ليه نشرحوه بعيد. فجرات معركه سانتياغوس، فنيدق، داداس، تطوان، طنجه اللي استشهدوا فيها 80,000 اسباني و50,000 مغربي ومنتصرين فيها احنا. ورغم ذلك خدعنا الاتفاقيه، وكان المولى عباس قبل ما يجي خوه اللي هو محمد الرابع اللي حكم من بعد عبد الرحمن بن هشام، وداروا الاتفاقيه ديال ترسيم الحدود مع اسبانيا ديال سبته ومليليا واتساع مساحه سبته اللي هي اصلا منذ 1414 مجرد برج ديال الرقابه ديال المعبر اللي كان هو الوحيد ديال البحر المتوسط، بمعنى ما كانش شي حد يدخل بين سبته بين المغرب واسبانيا باش يدخل الماكله ولا شي حاجه لهنا البحر المتوسط. ما كانش شي حاجه سميتها قناه السويس حتى الستينات ولا السبعينات، هذا كملت. فهنا غتجي اسبانيا وترغم علينا بزاف ديال الاتفاقيات. هادشي سنه 1859. غنبقاو غاديين في صراعات معاهم حتى سنه 1894 وفاه الحسن الاول اللي كان تيحكم هاد الاراضي كلها، كانت تابعه والبيعات اللي معطياه، وبقات هادشي زاكي وفرنسا بجوارنا ما تجرأتش علينا. سنه 1902 جراو شي صراعات شي مناوشات على اضرار وبشار، ايسني السلطان عبد العزيز مع فرنسا واحد اتفاقيه ديال هاد القبائل وهاد الواحات تبقى يعني ترحل بيناتهم وتبقى تحت الحكم ديال الاثنان، ولكن ما يكونش ترسيم الحدود بيناتنا وبيناتهم ما تحت فيكي، وبقات هكاك بدون ترسيم بيننا وبين فرنسا تبدا تزعم بعد 1937 حتى 1957 عاد دخلت استعمر تندوف لاول مره في معارك عده ديال مغاربه مسلمين حاربوا على ارضنا هذه واستشهدوا فيها. هنا من بعدها كانت هذيك الساعه الجزائريين تيقول زعما درنا الثوره وتيبعوقوا هنا. كان هذيك الساعه 57 كما قال بن بله اللي قال ان جيش التحرير مكون من الحركيين، وقال ان سنه 1957 ان فرنسا اتفقت مع الحركيين باش يدخلوا الحكم في 57 وداروا منتخب 58 ودعمناه احنا وخضينا عليه خطيات من الفيفا. وسنه 1961 جا الحسن الثاني مع فرحات عباس وداروا اتفاقيه ترسيم الحدود، لكن فرحات عباس اللي كان يقود الحكومه الغير يعني المؤقته الغير دائمه قبل التاسيس 72 بالاستفتاء اللي حضر ليه وزير خارجيه المغرب وزير خارجيه التونسي وحضروا الانتخابات ماشي بالشهاده. الشهداء دازوا قبل نهار استشهدوا هنا في 1860 و70 وداو روسهم في ذاك الوقت، وذوك اللي بقاو هنا داو لهم قزازبهم. فهنا يعني سنه 1961 اتفاقيه ترسيم الحدود
بالضبط 62 غيستقلوا، غيمشي الحسن الثاني ويهديهم 40 دبابه والاف الاسلحه، غيعقبوا غيثوروا علينا مباشره. بعد ما حنا كذلك طالبنا بالاراضي ديالنا وبالاتفاقيه ديال 61. قال لنا بومدين ان هذاك اللي اتفق معكم مات، وحنا وحدين اخرين، وهذه الارض ديالنا حررناها بالشهاده، يعني زعما حروا خرصهم لهي وارضهم قال لك هنا. فهذيك الساعه الحسن الثاني اعلن حرب، وتبدا الحرب ديال الحرب الرمال الاولى والثانيه، ثم قام قال الاولى والثانيه. هنا فين قال لك حقرونا وهما معاهم العالم كامل وخلينا ضاربهم. وما بالك دابا اللي اسرائيل وامريكان باغين غير من ياكلوا الجزائر وحنا اللي ما باغينش. اسرائيل بغات تمحيكم وحنا تنقولوا لا 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 خوتنا خاو باقيين وكون عطاوني انا القرار وكنت شي جندي وكذا، نقول لهم عطيوني غير شي تيوات نتجي ونرش عليكم الاسيد تمحاو ما تبقاوش فيا اقسم بالله. ف بعد اتفاق الخيانه ديال 63 وحرب الرمال غنوصلوا ل 1972 ويدخلوا بزاف ديال الدول في مالي والى اخره، ونديروا اتفاقيه ديال الترسيم الغير مؤقت من اجل استغلال هذه الاراضي اللي يعيشوا قبائل هنا وهنا. وهاد غار جبيلات يمشي الحديد ديالو المغرب كما قلت لكم في البنود الاولى، رجعوا للاول ديال الفيديو. اش دير الجزائر بالسنه بعد مباشره؟ غدير لنا جبهه التحرير ديال البوليزاريو وتاسس عندها وتعلنها هي والقذافي وانهم يدعموها، اللي هي رسميا 76 بعد خروج اخر جندي ديال اسبانيا من الصحراء الغربيه في منطقه الشرق الشماليه ديالها. بعد ما شافوا اسبانيا خرجت اعلنوا تاسيس هذه الجبهه عندهم، وبداو تيزحفوا لهذه المناطق باش يديروهم لينا هنا عصا الرويده في التندوف اللي عارفين اصلا ما ديالهمش، ويبقاو ديما يديروا لنا مناورات ويدعمون باش حنا عمرنا ما نرجعوا الارض ديالنا الاصليه. هنا الجزائر اخترقت كل شيء، خسرت الاتفاقيه ديال 72 واسست البوليزاريو، بقات في هذا الشيء اللي هذه السنوات اليومنا هذا. لكن في 79 المغرب يسترجع الضفه المنطقه الاخرى بعد ما انهارت موريتانيا لسبب العسكر كانوا بيغتالوا مختار ددا والحكم ديالو كما اغتالوا بزاف. هنا سنه من بعد هذه السنوات 79 غنبقاو حتى 92 ونوافقوا في الصلح اللي بقى مع الجزائر معهم، هي فاش يقولوا نوافقوا عليها، ولكن ما اتفقش البنود ديالها، بقات اللي باقات 2032. اليوم الجزائر تتنوض تشوف ان الصحراء الغربيه مشات، وان البوليزاريو الخطه اللي حطت الصحراء الشرقيه ما خداماش، وان البوليزاريو تصنف جماعه ار، وانهم هما يتسموا داعمين الار. يا والله راه اجي نجبدوا دار سميتو هاد الحفره ديال غار جبيلات ونديروا مع المغاربه ترسيم الحدود ديال 72. وماشي نساو هما عارفين ان البنود ديالها اديهم المحاكم، باغيين غير يجرونا معاهم باش ننساو. المغرب اش يدير؟ يخليك الملف تيكمل ديال الصحراء الغربيه المغربيه، يجبد الدوسيات اللي عندو بغاو حتى الحرب نخليو ضاربهم. وفي نفس المعنى ما هضرناش حتى فاتت 32 تتسقط اتفاقيه ديال الحدود الغير مؤقته 72 من اجل استغلال غار جبيلات وترجعوا الحدود الموروثه على الاستعمار. اما الصحراء اللي كانت تتسمى صحراء كبرى كانت تعطينا البيعه، بمعنى احنا في جميع المجالات والميادين رابحين، نخليو ضاربوكم رابحين، ما خليش ضاربوكم رابحين. نتوما اللي خاسرين عايشين بحال هذاك اللي سارق شي حاجه ومخلوع ليل ونهار تيبول في سروالو، والايام بيننا. اوكي، السلام عليكم.